بيبدأ المسلسل بمشهد على قطر رايح لندن. ديفيد باد جندي سابق خدم في أفغانستان، كان قاعد مع ولاده الصغيرين، ولما بص حواليه في المحطة لاحظ تصرفات غريبة من راجل رمى تليفونه في الأرض ومشي. بس ديفيد ما اداهوش اهتمام في الأول. ولما اتحرك القطر شاف واحدة من الشغالين في القطر بتراقب شخص، وبعدين راحت على حمام القطر علشان تتأكد منه. بعد شوية طلب ديفيد من ست كانت قاعدة جنبه إنها تراقب ولاده شوية لحد ما يرجع، وقام من مكانه وراح الشغالة اللي شافها وعرفها بنفسه، وقال لها إنه كان رقيب في الجيش ودلوقتي بيشتغل مع الشرطة. قالت له إنها استلمت تحذير من الشرطة بخصوص محاولة تفجير انتحاري ممكن يحصل جوه القطار، وكمان جالها أمر إن القطار يقف في محطة بارنت اللي بقت مهجورة علشان فرقة O-19 هتكون هناك. بس ديفيد قال لها إن لو القطار وقف الإرهابي أكيد هيعرف إنهم كشفوه، وساعتها هيقرر يفجر نفسه فوراً. طلب منها رقمها علشان يقدر يتواصل معاها، وقال لها إنه هو اللي هيتولى مراقبة الوضع ويحاول يوصل للانتحاري. بعد شوية نشوفه عند باب الحمام وبيكلم العاملة في التليفون علشان تفتح له الباب لما يديها الإشارة. بس أول ما خرج الشخص اكتشف ديفيد إنه مش هو المجرم، وقرر يتبعه علشان يتأكد، لكن ما لقاش عليه حاجة. رجع تاني للحمام علشان يفتش، وساعتها كانت المفاجأة، لقى ست جوه الحمام لابسة سترة ناسفة، وشها كان فيه رعب وكانت باين عليها مش مقتنعة باللي هي بتعمله. ولما شافت ديفيد هددته إنها هتفجر القطر لو قرب منها. بس ديفيد بخبرته بدأ يتعامل معاها بهدوء، سألها عن اسمها وبدأ يفهم دوافعها، وعرف إن اسمها نادية وإن جوزها هو اللي أجبرها على اللي بتعمله. وهي كانت مترددة ومش عايزة تأذي حد. اتصل ديفيد بالعاملة وقال لها إنه لقى الانتحارية وإن لازم يفرغوا القطر من الركاب بسرعة. في اللحظة دي القطر كان وصل لمحطة بارنت، وفرقة O-19 كانت طلعت عليه وبدأوا يحيطوا بالبنت، والقناصة وجهوا أسلحتهم ناحيتها استعدادا لضربها. بس ديفيد وقف قدام باب القطر بجسمه ومنعهم إنهم يدخلوا. قال لهم إنها مجبورة وإنها عايزة تتعاون، وطلب يحضروا فريق تفكيك قنابل. وفعلا الفريق وصل وقدروا يفككوا الأنبولة وينقذوا نادية. نزلت هي وديفيد من القطر وقبضوا عليها هي وجوزها. بعدها اتهموا ديفيد إنه عطل الشغل، بس هو كان شايف إنه عمل الصح. أخد ولاده ورجعهم لأمهم وطمنها عليهم، وساعتها عرفنا إن علاقتهم متوترة وكانوا في طريقهم للطلاق بسبب الأزمة النفسية اللي مر بيها بعد ما رجع من أفغانستان وموت كل فرقته هناك. بعد كده نشوف ديفيد وهو في وزارة الداخلية، ومديرته هناك بتبلغه إنه ترقى بسبب اللي عمله امبارح، وتم تعيينه كحارس شخصي لوزيرة الداخلية. لكن ديفيد ما كانش مبسوط بالترقية دي، وساعتها بدأ يدور على معلومات عن الوزيرة جوليا وعن مسيرتها السياسية، واكتشف إنها كانت من أكبر الداعمين للحرب اللي حصلت في أفغانستان، وإن ليها دور في القرارات اللي أدت لموت فرقته. أول لقاء بينه وبين جوليا كان رسمي وبارد، هي ما كانتش بتثق في حد، وهو كمان ما كانتش عجباه توجهاتها السياسية. بدأ يراقب تحركاتها خطوة بخطوة، وبيفضل دايما وراها، وفي مرة غير طريق رجوعها للبيت بدون ما تستأذن، اللي خلى الوزيرة تتضايق وقالت له ما يغيرش الحاجات اللي متعودة عليها. لكن ديفيد رد عليها وقال إن كل ده جزء من خطته لحمايتها. ولما وصلوا البيت بدأ يفتش المكان ويأمن الأبواب والنوافذ، بس جوليا ما عجبهاش تصرفه وقالت له إنها مستنية ضيف جاي بخصوص شغل ولازم يسيبها. لكن ديفيد أصر إنه يفضل معاها لحد ما الضيف يوصل ويتأكد إنها بأمان. الصبح بيظهروا في برنامج تلفزيوني، وفي الكواليس مساعدتها بالغلط كبت القهوة على هدومها، فديفيد ساعدها واداها قميصه بدل اللي اتوسخ.
لكن لما سمعها بتتكلم عن الحرب في أفغانستان وإنها مش ندمانة لا هي وزملائها السياسيين على دعمهم للحرب ولا على الجنود اللي ماتوا، اتصدم وشعر إن كل تضحياته هو وفريقه كانت بلا معنى، وساعتها اتملى بالغضب. بعد اليوم الطويل رجعت جوليا البيت وشكرت ديفيد على مساعدته ليها، واستغلت الفرصة وسألته عن ولاده، لكن هو كان لسه مأخوذ بكلامها في البرنامج، وسألها: كنتي تقصديني بالكلام ده؟ جوليا ردت وقالت إنها مقتنعة بكل كلمة قالتها، وحتى لو هو مش عاجباه آرائها السياسية فمهمته إنه يحميها وبس. تاني يوم راح ديفيد يزور صديقه تشوني اللي كان معاه في أفغانستان، وتعرفنا إن تشوني بقى بيعمل ندوات في أكاديمية وبيتكلم فيها عن الحرب والسياسة، لكنه اعتزل بعد ما وشه تشوه بسبب انفجار في الحرب. ولما عرف إن ديفيد بقى حارس شخصي لوزيرة الداخلية اتضايق منه وقال له إنهم السياسيين هم السبب في اللي حصل لهم، وفكروا بكلامه القديم لما قال له: لو قابلت حد من الناس اللي دمرونا هقتله فوراً. وساعتها فهمنا إن دي خطته دلوقتي. تاني يوم بنشوف ديفيد رايح شغله وبياخد الوزيرة جوليا لمكتبها، وهناك يتصل بيه مراته فيكي وتبلغه إن المدرسة رفضت قبول ابنهم علشان مفيش أماكن كفاية. يرد عليها إنه هيتصرف، لكن جوليا بتسمع المكالمة دي وبتلاحظ كل كلمة. وفي نفس اليوم وهم جوه الوزارة بيعرفوا إن في مخطط لتفجير مدرسة، وساعتها جوليا بتتصدم لما تعرف إن المدرسة دي هي اللي فيها ولاد ديفيد، وتربط الأحداث ببعضها وتستنتج إن الإرهابيين بيحاولوا ينتقموا منه بسبب اللي عمله في حادثة القطر. بتطلب جوليا من مساعدها يحظن المدرسة والمباني اللي حواليها، بس في نفس الوقت ما فكرتش تمنع التفجير تماماً علشان الإرهابيين ما يغيروش خطتهم ويفجروا مكان تاني محدش متوقعه. وبتطلب اجتماع طارئ مع الوزراء والمسؤولين، وفي الوقت ده الشرطة بتتابع الوضع لحظة بلحظة لحد ما توصل عربية المجرمين اللي هتعمل التفجير، وبيبدأوا يلحقوهم، بس الإرهابيين بيهربوا لحد ما تطلع عربية شرطة قدامهم ويبدأ تبادل إطلاق نار. السواق الإرهابي بيتصاب والعربية بتخبط في عربية تانية واقفة في الطريق وبتتوقف، والشرطة بتقرب منها، لكن فجأة السواق بيفجر العربية وبيموت عدد كبير من رجال الشرطة. بعد كده بيبلغوا ديفيد إن الانفجار حصل قريب جدا من المدرسة اللي فيها ولاده، وكمان بيقولوا له إنهم نقلوا مراته وولاده لبيت آمن. وفي نفس اليوم لارين مديرته بتبلغه إن مهمته في حماية الوزيرة انتهت بسبب الانفجار اللي حصل، بس ديفيد بيعترض وبيقول لهم إنه ما عندوش علاقة باللي حصل، لكن لارين بترد عليه إن القرار نهائي ولازم يرجع لمكتبه ويكمل شغله الإداري. بينفذ ديفيد الأمر وهو متضايق، وتاني يوم جوليا بتكون عاملة اجتماع مع الأمن الوطني ووزارة مكافحة الإرهاب، وبتسألهم عن الحادث لو وصلوا المرتكبيه ولا لسه، لكن بتتفاجئ إن مفيش حد عنده معلومة مؤكدة، وبيبان عليها الغضب الشديد. ساعتها بتقرر تدي سلطات أكتر للشرطة علشان يحققوا بشكل أوسع ويجيبوا معلومات حقيقية، بس القرار ده ما عجبش المخابرات لأنها كده سحبت من سلطتهم. وفي اللحظة دي جوليا بتطلب من ديفيد يرجع كحارس شخصي ضمن فريق الحماية بتاعها. ينتقل المشهد ونشوف ديفيد وفيكي بيستلموا جواب من المدرسة الخاصة اللي كانوا مقدمين فيها لابنهم، وبيكتشفوا إن الولد قابلوه، لكن ديفيد بيستغرب وحاسس إن في حد اتوسط علشان الولد اتقبل. وفي نفس اليوم بيتبلغ إنه رجع رسمياً لشغله كحارس شخصي للوزيرة جوليا، وبالليل بتوصل جوليا لبيتها وبتعزم ديفيد يتعشى معاها، وبتسأله عن مراته وأولاده، فبيقول لها إنه منفصل عن مراته، وبعدها بيسألها: أنت اللي توسطتي علشان ابني يتقبل؟ بترد عليه بابتسامة وتقول له: أنا بحب أساعد الناس. فبيشكرها ديفيد وبيمشي. تاني يوم بنشوف جوليا وهي في اجتماع مع رئيس الوزراء، ولما بيمشوا وفي الطريق
موكب الوزيرة بيتعرض لهجوم مسلح وبيموت السواق في اللحظة دي. ديفيد بيحاول يسيطر على عربية لكن بتخبط في عربية تانية، وساعتها بيطلب من جوليا تستخبى كويس، وبيخرج من العربية ويدور على اللي ضربهم، وبيشوف القناص فبيبلغ القوات إنه شايفه، وبيسحب السواق اللي مات وبيركب مكانه ويرجع بالعربية لمكان آمن. بعدها بياخد سلاحه وبيطلع يدور على مكان القناص، وبيتصدم لما يلاقي إن القناص هو صاحبه جوني. ديفيد بيطلب منه يسلم نفسه، لكن جوني بيرفض، وفي لحظة صدمة بيقتل نفسه. الشرطة بتيجي بعدها وبتاخد جثته، ووسائل الإعلام كلها بتبدأ تتكلم عن الحادثة. تاني يوم بيروح ديفيد لمكتب لارين، وبيلاقي هناك آن رئيسة وحدة مكافحة الإرهاب. بيبدأوا يسألوه عن اللي حصل، بيسألوه عن جوني وعن اجتماعات جوليا بستيفن مدير الاستخبارات. ويسألوه عن ستيفن مدير الاستخبارات وإيه اللي حصل في اجتماعاته مع جوليا، لكن هو يرد عليهم: أنا معرفش حاجة عن الاجتماعات دي سرية. وساعتها هي تطلب منه يتصنت على الاجتماعات دي باستخدام أجهزة حديثة علشان يعرف بيتفقوا على إيه ويبلغهم بكل اللي اتفقوا عليه. بس ديفيد يرفض طلبها ويقول لها اللي بتطلبيه ده مش قانوني وما ينفعش أعمل كده. وساعتها تقول له إن جوليا كانت عارفة عن حادثة تفجير المدرسة وما حاولتش تمنعها، وبكده هي مش مناسبة للمنصب بتاعها. ولما يسمع ديفيد الكلام ده يتضايق ويقرر يوافق على طلبها. ينتقل المشهد بجوليا وديفيد لفندق لأنه عندها مؤتمر، وبيحجز الغرف اللي جنبها عشان يراقب ويستمع لكل الاجتماعات اللي بتعملها جوليا في أوضتها. وبعدها تجتمع جوليا مع ستيفن، وديفيد يبدأ مهمته في إنه يتنصت عليهم. وبيسمع ستيفن وهو يسألها عن الطريقة اللي هيوصل لها بيها الملفات. بس ديفيد ما يعرفش طبيعة الملفات اللي بيتكلموا عليها. والصبح يروح عند لارين وتسأله عن اجتماع جوليا وستيفن، ووقتها ينكر ديفيد إنه استمع لأي حاجة لأنه ما كانش يعرف إنه في بينهم اجتماع. وساعتها مديرته تهدده لو إنه ما جابهمش أخبار اجتماعات جوليا فهيطلعوا عيلته من البيت الآمن وترفع عنهم الحماية. وهنا يوافق ديفيد وهو مجبور، بس لارين ما وقفتش هنا، قالت له إنهم هيحققوا معاه عشان حادثة الهجوم على جوليا والقناص اللي قتل نفسه. وبنشوفه وهو جالس مع المحققين ويوروا له فيديوهات المراقبة ليوم الحادثة، ويسألوه عن الحوار اللي كان بينه وبين القناص. بس ديفيد يخبرهم إنه كان بيطلب منه يسلم نفسه، ومع الأسف القناص رفض وقتل نفسه. تاني يوم يجي لجوليا عميل فيدرالي ويدخل في اجتماع في مكتبها، وتمنع أي شخص يدخل عندها لأنه الاجتماع سري. بنشوف العميل وهو يديها الخطة يلي هتمشي عليها خلال الانتخابات لحتى تكسب، ويديها التابلت اللي كانت طلبتهم منهم، ويعرفها إنه الملفات الموجودة فيها متأمنة بأكواد سرية ما فيش أي حد هيقدر يخترقها. وفي نفس الوقت ديفيد بيكون في الأوضة اللي جنبهم وبيتجسس عليهم وبيسمع كل حاجة. ولما العميل يخرج بيسأله ديفيد على اسمه، فيرد عليه إنه اسمه كولجراس. بس ديفيد بعدها يروح يدور على الاسم ويلاقي ناس كتير بنفس الاسم، فيفهم إنه كذب عليه. وبالليل بنشوف ديفيد وهو بيتسلل لأوضة جوليا ويفتش فيها لحد ما يلاقي التابلت ويفتحه ويشوف الخطاب السياسي اللي جواه فضايح كبيرة ضد الحكومة، وجوليا كانت ناوية تستخدمه عشان تكسب المنافسة ضد رئيس الوزراء. تاني يوم ديفيد بيروح يبلغ مديرته لارين عن زيارة العميل لجوليا والاتفاق اللي حصل بينهم بخصوص تسليم معلومات سرية. وقتها آن تعرف إن جوليا داخلة في اتفاق خطير ومخبية حاجات عن الشرطة. بتسأله عن نوع الملفات، بس ديفيد يقول لها إن التابلت كان معاها طول الوقت وما قدرش يعرف محتواها بالظبط، فبتطلب منه يحاول يعرف اللي فيه. وبالليل جوليا تتصل بديفيد وتطلب منه يوصلها لرئيس الوزراء بعربيته الخاصة ومن غير الحرس، وفعلا بيوافق، وبنشوفهم رايحين له هناك. والصبح لما مساعد جوليا يعرف إنها قابلت رئيس الوزراء
يفهم إنها حكيت له على الخطة عشان ما يفردهاش من التعديل الوزاري، فيروح يبلغ ستيفن مدير الاستخبارات ويتفقوا على التخلص منها. وفي نفس اليوم بيكون ميعاد المؤتمر اللي جوليا هتعلن فيه عن المعلومات السرية اللي في الخطاب، ولسه في ورق مهم ناقص. وقتها روب مساعد ستيفن يبلغها إن طاهر هيجيب لها الورق، والمؤتمر بيبدأ وديفيد والحرس بيأمنوا المكان كويس لحماية جوليا. وفي نص المؤتمر ديفيد يشوف طاهر واقف عند الباب وعاوز يدخل. بيخرج له ديفيد وبيسأله عن الشنطة اللي معاه، فيقول له إنها فيها الملفات اللي جوليا محتاجاها. ديفيد يطلب منه يفتحها، وفعلا طاهر يفتحها ويؤكد له إنها ما فيهاش حاجة خطيرة، فيسيبه يدخل ويوصل الشنطة لجوليا، ويدخل ديفيد وراه. وفي اللحظة دي ديفيد يشوف كيم زميلته بتجري ناحية جوليا، فيتخض ويجري وراها. وفجأة قنبلة تنفجر جنب جوليا، وديفيد وكيم بيقع من قوة الانفجار. ولما يصحى ديفيد يشوف مصابين كتير، ويروح لجوليا يلاقيها مصابة إصابات خطيرة. وبالليل بنشوفه في المستشفى بعد ما عالجوا جروحه البسيطة، وقاعد مستني جوليا وهي في غرفة العمليات. ولما رؤسائه يجوا يتهموا بالإهمال ويقولوا له إنه السبب في اللي حصل، لكنه يدافع عن نفسه ويقول إن هو فريقه كانوا مأمنين المكان كويس، لكن اللي حصل كان خارج التوقعات. وبعد التحقيق يسيب المستشفى ويرجع بيته. وتاني يوم الشرطة تبدأ تحقق مع كل الحراس اللي كانوا في المؤتمر. الضابط جاك زميل ديفيد بيقول في التحقيق إن ديفيد خرج من القاعة هو وكيم، وبعدها حصل الانفجار. ولما يسألوه عن كيم نعرف إنها ماتت، ومفيش غير ديفيد هو اللي هيتحقق معاه. وبنشوفه في قسم الشرطة وبيسألوه ليه خرج من القاعة وقت الخطاب، فيقول لهم إنه شاف طاهر واقف بره وخرج يسأله جاي ليه وفتش الشنطة. يسألوه ليه طاهر جاي المؤتمر، يقول لهم عشان يسلم ملفات لجوليا، لكن الشرطة تتهمه بالإهمال لأنه سمح لطاهر يدخل بسهولة، ويطلبوا منه يسلم موبايله، ويبلغوه إنهم هيفتشوا بيته وهيفضل تحت مراقبة. وبنشوف الشرطة في بيته بياخدوا كل حاجة تخصه، خصوصا الأجهزة والكمبيوترات، لحد ما يوصلوا للمسدس الشخصي بتاعه اللي كان مخبيه في مكان سري في الحيطة. ينتقل المشهد للمستشفى. ديفيد بيسأل على جوليا ويعرف إنها لسه في العمليات. بيقعد مستني، وبعد شوية يخرج الطبيب ويقول له إنها ماتت. أول ما يسمع ديفيد ينهار ويطلع من المستشفى ناوي ينتحر، ياخد المسدس ويطلق النار على راسه، بس المسدس يطلع فاضي ويتصاب من شظايا جواه. وفيكي توصل له بعد ما تسمع عن اللي حصل وتلاقيه مصاب في راسه، فتعالجه. ولما تعرف إنه حاول ينتحر تطلب منه يجي يعيش معاها شوية عشان تحميه من نفسه. وفي نفس الوقت بنشوف مكافحة الإرهاب والمخابرات عاملين اجتماع عشان يعرفوا مين ورا موت الوزيرة جوليا، وأن تتهم ستيفن مدير المخابرات إنه ليه يد في اللي حصل، لكنه ينكر. وساعتها نائب وزير الداخلية يكلف أنه فريقها بالتحقيق وكشف المسؤول عن التفجير. وبنشوف الشرطة تراجع كاميرات المؤتمر وشوفوا روب وهو بيدي الشنطة لطاهر. وتاني يوم يبلغوا أنو وتطلب روب للتحقيق، ولما يسألوا عن طاهر ينكر إنه يعرفه. بس لما يوروا له الفيديو والصور من كاميرات المراقبة وهو يتكلم معاه يتوتر ويخبرهم إنه الشنطة بتاعت طاهر وكان سيبها معاه لحد ما رجعها له. ساعتها يشوفوا قائمة اتصالات طاهر وبيكتشفوا إنه رب كلمه قبل ما يدخل قاعة المؤتمر بدقيقة. يرد رب عليهم ويخبرهم إنه كان بيطمن إن المؤتمر ماشي كويس، ولما الشرطة ما يقدروش يثبتوا عليه أي حاجة يسيبوه يطلع. وفي نفس الوقت نشوف ديفيد في نفس الفندق اللي كانت فيه جوليا قبل المؤتمر، وبيقابل زميل ليه ويطلب منه تسجيلات لكاميرات المراقبة، ويحاول يثبت زيارة العميل اللي اسمه كولجراس، لكنه ما يلاقيش حاجة، وعندها يتأكد إنه كولجراس ده سلطته عالية. وتاني يوم يجي استدعاء من الشرطة عشان يروح يحقق مع نادية، الست اللي كانت هتفجر القطار وهو منعها.
ينتقل المشهد ونشوفهم وهما في التحقيق مع نادية ويسألوها عن الشخص اللي حط لها القنبلة، وتعرفهم إنه جوزها بس مش هو اللي صنعها، وبتخبرهم إنها متعرفش عن علاقاته مع الإرهابيين لأنه كان دايما حابسها في البيت وما يتكلمش معاها في أي حاجة تخص شغله. وتذكر إنه في مرة أخدها المكان واتقابق فيه مع راجل آسيوي واداله حاجة بس هي مش عارفة هي إيه، وساعتها يجيبوا مجموعة صور من ضمنهم صورة طاهر يعرضوها عليها، بس هي ما تتعرفش على أي حد فيهم وما يرضوش يضغطوا عليها أكتر ويسيبوها. ينتقل المشهد لديفيد ولويز وهم يتكلموا ويخبرها عن زيارة كول جراس لجوليا وإزاي اختفى وهو مش عارف يوصل لأي حاجة تثبت وجوده، ويطلب منها تساعده، بس لويز تخبر إنه الموضوع أكبر من قدراتها ومش هتقدر تساعده. وتاني يوم لويز تستدعي ديفيد تاني ويكملوا تحقيق مع نادية ويسألوها إذا تذكرت شكل الراجل اللي كان مع جوزها، وتبلغ نادية الرسام، وبعدها نتصدم إنه شبه كول جراس. وساعتها لويز تثق في ديفيد وتوعده إنها هتدور ورا الشخص ده لحد تلاقيه، بس في نفس الوقت تطلب منه ما يتدخلش في قضية جوليا، وتطلب منه كمان يزور دكتور نفسي. ديفيد يرفض ويخبرها إنه مش هيترك القضية إلا لما يكتشف الفاعل. وبعدها تروح لويز للفندق حتى تراجع لقطات كاميرات المراقبة، وبيكتشفوا إن القنبلة ما كانتش في الشنطة يلي سلمها طاهر. القنبلة كانت مزروعة تحت المسرح اللي كانت واقفة عليه جوليا. بالليل نشوف ديفيد في المستشفى اللي كانت فيها جوليا ويسأل الحارس الشخصية يلي كانت معاها عن الأشخاص اللي كانوا مع جوليا في المستشفى. المشهد بيتغير وبنشوف ديفيد وهو رايح يقابل روجر، واللي نعرف إنه رئيس الحكومة. بيسأله ليه مهتم بالشنطة قوي كده. في الأول روجر بيحاول يخبي وبيقول له إن الشنطة دي كانت حاجات تخص مراته القديمة وكان عايز يحتفظ بيها، بس ديفيد بيهدده وبيقول له إنه هيفضحه قدام الناس، وساعتها روجر بيعترف إن الشنطة كان فيها حاجات ممكن تهدد أمن الدولة، وبعدها بيطردوا من المكان. المشهد بيتنقل هو بنشوف ديفيد عند روب وبيعرفه بالحقيقة وبيقول له إنه لو ما اعترفش هيقتله. وفعلا روب بيروح للشرطة في نفس اليوم وبيعترف بكل حاجة، وبيقول إنه هو ونيك رئيسه وروجر كانوا متفقين مع جوليا يدوها ملفات تفضح رئيس الوزراء في المؤتمر، وكانوا ناويين يسلموها ملفات تانية في آخر لحظة، بس لما عرفوا إنها قابلت رئيس الوزراء قرروا يدوها ملفات مزيفة عشان يوقعوها ويتسببوا في عزلها. وبيأكد إنهم ملهمش أي علاقة بالقنبلة اللي انفجرت. في الوقت ده ديفيد بيكون بيتفرج على التحقيق وبيقول للويز إن روب ما بيكذبش. وبعد كده بنشوف ديفيد بيراقب شانيل المساعدة اللي جوليا كانت طردتها، وبيقابلها في الكافيه اللي كانت بتقعد فيه جوليا وبيقنعها إن اللقاء صدفة. بياخد رقمها ولما بتمشي بيتبعها وبيصور العربية اللي ركبت فيها مع راجل. بيروح بسرعة للويز وبيوريها صور وبيبدأوا يدوروا مين الراجل ده، وبيعرفوا إنه تابع لمنظمة إجرامية، وساعتها بيشكوا في شانيل ويتأكدوا إنها متورطة في الانفجار. المشهد بيتغير تاني وديفيد بيكون عند لارين وبتقوله إنهم اكتشفوا إن كان بينهم وبين جوليا علاقة. ديفيد بيتصدم وبيسألها مين اللي بلغ، فبتقوله إنها مش هتكشف المصدر. ساعتها بيعترف لها إنه هو وجوليا كانوا بيحبوا بعض، ولارين لما بتعرف بتطلب منه يسيب القضية، بس هو بيرفض وبيمشي. وبالليل ديفيد بيقابل لويز وبتقوله إن كول جراس زار مراته في البيت الآمن وحاول ياخد منها معلومات، لكنها ما قالتش حاجة. وكمان بتقوله إن المخابرات متأكدة إن التابلت اللي فيه الملفات المهمة ما اختفاش، وإنهم شاكين إن ديفيد يعرف مكانه وعلشان كده بيراقبوه. في نفس الوقت زميل ديفيد في الحراسة بيكون عند لارين وبيقنعها إن ديفيد غير مؤهل نفسياً يكمل في القضية. بالليل بيروح بيت جوليا وبيفتح برواز فيه صورتها وبيطلع منه التابلت ويمشي. تاني يوم بيقابل شانيل وبيحاول يجرها في الكلام عن مصدر الفلوس اللي معاها بعد ما اتطردت من الوزارة، وهي بتحاول تغير الموضوع.
فجأة يدخل رجالة وشانيل بتبلغهم إنه معاه مسدس فيضربوه على دماغه وياخدوه. وفي نفس الوقت لويس بتفتح تحقيق في محاولة القتل الأولى وبتكتشف إن جوني القناص كان زميل ديفيد في الحرب. بتروح تحكي لشارما اللي يقول لها إن لوك الشخص اللي شغال مع شانيل يعرف جوني وعنده مخبر في الشرطة. ساعتها يشكوا إن ديفيد هو الضابط الخاين ويتنشر اسمه في كل أقسام الشرطة. في اللحظة دي بنشوف ديفيد بيفوق وهو لابس أيدام ناسف وصباعه على الزر، لو شال صباعه القنبلة هتنفجر. بيقوم بسرعة بيغطي نفسه ويدور على حد يساعده. ست تقابله وبيطلب منها تليفون عشان يكلم الشرطة ويقول لهم مكانه. الشرطة تكلم الست وتطلب منها تمشي، وفعلا تمشي بسرعة. تيجي الشرطة والمخابرات وديفيد بيقول لهم إن القنبلة ممكن تنفجر، وبيحاول يقنعهم إنه اتخطف ولوك هو اللي ربط فيه القنبلة، بس محدش يصدقه. يطلبوا منه يتحرك لمكان فاضي وديفيد يوافق، وكلهم وجه لسلاحهم ناحيته ويستنوا خبير المفرقعات. يطلبوا مراته عشان تهديه وتيجي رئيسته، لكن هو يقطع كلامها ويطلب منهم يسمعوه. بيقول لهم مكان التابلت وبيشرح إن لوك دخل بيته وخد المسدس وبدل الرصاص، وإن بصمات لوك هتبان على السلاح. تيجي فيكي مراته وتأكد كلامه وتقول لهم إنه حاول ينتحر، وساعتها اكتشف إن المسدس فاضي. بس شارما ولويز يقولوا له إن الأدلة كلها ضده وإنه خبى حاجات كتير عنهم، وده يثبت إدانته. لآخر مرة ديفيد بيقول لهم مكان التابلت وستيف يتابع الموضوع، ولما يسمع بالمكان يبعت رجالته بسرعة. وبتوصل الشرطة كمان، وديفيد يطلب منهم يشوشوا على اتصالات المخابرات دقيقة ونص، وفعلا يعملوا كده. بيقول لهم إن ستيف أكيد هيبعت حد ياخد التابلت، وفعلا الشرطة تلاقي واحد بيصرخ خارج من البيت. يجي خبير المفرقعات ويشوف إن القنبلة صعبة فيطلب الكل يبعد. آن تقرر تقتل ديفيد عشان ما يتأذوش، لكن فيكي تجري وتقف قدامهم وتقول لهم يقتلوها معاه. آن تلغي الأمر وتسيبهم يمشوا للبيت وسط الشرطة. في البيت ديفيد يقول لفيكي تحفر في الجنينة وتطلع المسدس وتسلمه للشرطة. يطلب من خبير القنابل يساعده، وفعلا يقدر يفك الحزام. أول ما يتحرر يجري ويعدي السور ويهرب. بنشوفه عند شانيل وبيهددها فترضخ ليه وتتصل بلوك وتحاول تستدرجه. بالليل يوصلوا عند بيت لارين، ولوك يشوفها في الجراج مع شانيل، ولارين تقول له إن دي فرصتهم لأن ديفيد خلص لبس التهمة. فجأة ديفيد يهجم عليهم وياخد سلاح لوك. يطلب من لارين تتصل بالشرطة، ولو ما عملتش كده هيقتل لوك، فتخاف وتنفذ. بنشوفها بعد كده في التحقيق وبتعترف إنها كانت شغالة مع لوك، وإن لوك هو اللي شغل جوني عشان يقتل جوليا، وإنها شغالت ديفيد كحارس علشان تلبسه التهمة، بس بتنكر إنها زرعت القنبلة أو قتلت جوليا. والكل يتوتر لأن القاتل لسه ما تعرف. بنشوفهم مع نادية ولويز بتقول لها لو قالت مين الشخص اللي كانت بتتكلم عنه هتكون شاهدة مش متهمة. ونادية تعترف إنها كانت بتكذب، وإنها مهندسة متفجرات وهي اللي صنعت القنابل، وإنها سلمت معلومات عن ديفيد للمجرمين، وهي اللي زرعت القنبلة في المدرسة، وهي اللي فجرت المسرح اللي كانت عليه جوليا. وبكده القضية تتقفل بعد ما ظهر التابلت واتكشفت كل الأسرار واتقبض على كل المتورطين، أولهم رئيس الوزراء. وتاني يوم بنشوف ديفيد عند الأخصائية النفسية منهار، وبعد فترة بنشوفه متعافي داخل بيته وياخد فيكي وولاده ويخرجهم يفسحهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية القصة. لو حبيتوا الملخص واستمتعتوا معنا بكل لحظة وتشويق، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد، وفعلوا زر الجرس علشان أول ما ننزل الفيديو تكونوا أول ناس تشوفوه. واستنونا في قصة جديدة وملخص مشوق جديد. سلام مؤقت لحد ما نتقابل تاني.